قافلين برضه اهو، فرد اهو لسه جاي واحنا بنصور اهو. بصوا جبريل يا جماعه اهو. صباح الفل يا استاذ جبريل، احلى صباح عليك. عامل ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ حريف الغيه. هنبقى اسمك ده، اسم حضرتك ده هيبقى على طول، خلي بالك. حريف الغيه. لا اسم جميل وعلى مسمى. حبيبي يا استاذ جبريل، عايزين النهارده في مشكله بتحصل في الحمام. دمعه العين قافلين برضه اهو، فرد اهو لسه جاي واحنا بنصور اهو. بصوا اهو ايه معاه اهو. بصوا بص العين اهي، اهي العين يا جماعه. بص ناس ياما جربت علاجات ياما من الاخر، يعني شكوات بتجيني في التعليقات. دمعه العين ابو سجده، دمعه العين. جربنا ديكساميثازون وجربنا جرومايسين وجربنا حاجات ياما مش جايبه سكه مع الناس. فاحنا عاوزين النهارده نعرفوا سبب دمعه العين والعلاج ايه، وهل موجود عندك ولا لا. وكمان في حاجه يعني معلش هنسالك عليها، العلاجات اللي عندك اللي موجوده دي عند حضرتك عايزين نعرفها العلاجات دي بتاعت ايه، عشان الناس برضو لو في ناس محتاره في حكايه العلاجات عندها والتعب اللي بيحصل للحمام، ممكن يكون بالصدفه في حاجه موجوده عندك من الشكوى اللي هم عندهم هم. فالنهارده عايزين باذن الله يبقى الفيديو بتاعنا جميل، واحنا اتشرفنا بحضرتك، واحنا كل جمعه باذن الله لينا لقاء معاك. حبيبي يا استاذ جبريل، حبيبي يا استاذ جبريل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي الحبايب جميعا، بمسي على كل واحد بيشاهد المشاهده، وبمسي على كل حد محترم محافظ على جنة الحمام. تمام؟ رقم واحد في تربيه الحمام ان انت لازم تعتني بيه. طب العنايه بتاعت فرد الحمام بتتكون من جزئين، اول حاجه الاكل والشرب، تاني حاجه البرنامج اللي انت بتمشي بيه. القواعد اللي انت بتمشي بيها ان انا بدي كل 3 شهور جرعه ديتان، ده مش مختلفين عنها، ودي مساله مثاليه. المساله الثانيه التحصين ضد مرض الروش. تمام؟ في ناس زله الحمام معاها، بمعنى بيربوا في اوض وللاسف الشديد ما بيدوش للحمام الحاجه اللي بيستفيد منها، الا وهي الشمس. في ناس ما بتوريش الحمام بتاعها الشمس. الشمس دي فيها حاجتين مفيدين جدا للحمام. اولا بياخد منها الكالسيوم، الحمام بياخد من الكالسيوم من الشمس، بياخد كالسيوم من الشمس، بياخد الاشعه الفوق البنفسجيه لعينيه. تمام؟ نفس الوقت الشمس دي بتموت البكتيريا اللي متكونه عند فرد الحمام. يعني الشمس دي ليها 3 فوائد مهمين جدا في تربيه الحمام. خلاص؟ طيب انا جالي وجع، جالي اسهال اخضر، جالي كوكسيديا، جالي كانكر، جالي اي نوع من انواع الامراض، سببها ادور عليه الاول وافتش عندي انا بعمل ايه غلط اللي عطاني نتيجه المرض. صح. طيب انا عملت ايه غلط؟ سبت زرع يقع في المسقى، دي مشكله. طيب دخلت حمام على حمام، دي مشكله. طيب دخلت كلفه مرشوشه او مش نظيفه عليها مواد حمام، دي مشكله. طيب اكلت فرد الحمام وسايب الاكل قدام منه طول الوقت، دي مشكله. شوف مشاكل الجانب عدها لك. انت جوابك كمبتدئ لازم تركز انت بتتعامل ازاي مع فرد الحمام. صح. خلاص؟ طيب في حاجه مهمه جدا برضو معاك لازم تتعامل بيها مع فرد الحمام، الا وهي الامانه. يعني ايه الامانه؟ يعني الكلفه اللي انت بتحطها له لازم تكون كلفه مكونات العناصر اللي فيها محتاجها فرد الحمام. ما تضحكش على فرد الحمام بعيش واقول لك انا فرد الحمام عندي بيتعب. ما تضحكش على فرد الحمام عندي الكلفه مش كويسه او رخيصه وارجع اقول لك فرد الحمام عندي بيمرض. لا، ادور على الحاجه النظيفه اللي انا اعتني بيها فرد الحمام عشان اخد منه نتائج. طيب في ناس بتشتري، تنزل السوق تشتري حمام تقول لك انا الله فرد الحمام ده مثلا جزء ب 600 جنيه، يبقى انا هبيع عيالهم ب 400 جنيه مثلا. طيب انت كده دخلت في مساله حسابيه، انت كده ما دخلتش في فوائد الحمام وما دخلتش في تربيه الحمام. تربيه الحمام ما لهاش علاقه بالماده، ولا جبت بكذا ولا اشتريت بكذا. انا حاجه عجباني اجيبها وانتج منها واتميز فيها. اجيبها وانتج منها واتميز فيها. يعني مثلا انا لو بربي مثلا باب العدسي، يبقى انا اشوف محتويات العدسي ايه مكوناته، الدنيا يكون مظبوط، الدماغ فاهم، السواد يكون لامع. ادور في الاساسيات في فرد العدسي وابتدي انتج منه عشان اتميز بيه. طيب طب نرجعوا تاني لمشاكل العلاج والامراض. طيب مرض العين عندك حاجه كويسه جدا ممكن ترجع لمرض العين بعيد عن اطراف الكلام ده كله. مرض العين ده مشتق منه 4 مسببات يجيبوا لك مشاكل العين. اول منهم التراب والعفره لو انت بتنظف عندك الاوضه. تاني حاجه غاز الامونيا اللي هو اصلا الزرائب اللي بيبقى ايه بيطلع ريحه ويطلع عفون على فرد الحمام. تالت حاجه لو مكروه في المعده. طيب والرابعه اهمال بقى منك كده. فاحنا مش عايزين ده كله، عايز تتجنب ده كله. الميه تكون نظيفه وطاهره، الكلفه تكون مره واحده بس في اليوم. طيب جالي بقى وحدث عندي الخطا
يبقى انا هتعامل معاه بايه؟ بمضاد حيوي خفيف. في نوع اسمه، مش هقول لك بقى كذا نوع وانواع كتير، هقول لك على نوع واحد بس تستعمله ان شاء الله باذن الله هتدعي. تمام. كبسول اسمه الدوكسامايسين بس. طب انا اعطيت كبسول دوكسامايسين ما عطاش معايا نتيجه، هو ما عملش معايا مشكله، يبقى المشكله مش جوفيه، يبقى المشكله خارجيه. ابتدي اجيب مثلا البنترومايسين كده انا بمشي واحده واحده. تمام. بنترومايسين او ترومايسين مره من الترشين اديله بالليل، ثاني يوم الصبح ان شاء الله باذن الله مش هتلاقي التهاب ولا هتلاقي وجع عين. تمام. احنا كده خلصنا من مشاكل الوجع اللي انا قلت لك على نوعين، مش عايز اقول لك معاك كتير عشان ما شدتش دماغك. تمام. طيب انا عندي جالي اسهال، احنا اتكلمنا. طب بعد اذنك ثواني معلش، طب انت حضرتك في حاجه لدمعه العين هنا كويسه عندك؟ جدا. عشان في ناس بتسال برضه. طب انا عندي تركيبه. ايوه انا عاوز اعرف برضه، عشان في ناس بدل ما تلف والقصه دي كلها. من ضمن التركيبه هي تعتبر للاسف الشديد عشان اكل عيشي، لا سعرها بسيط. بص، يعني هي سعرها 35 جنيه بس احنا مش مشكله، احنا اهم حاجه ان تكون موجوده عندك. انا شفت وجع العين. بص يعني انا شفت النهارده وانا واقف معاك بامانه الله، اقسم بالله بامانه الله يا شباب، انا شفت النهارده واحد كان واخد منه الجمعه اللي فاتت قطره دمعه عين، وقلت له لو القطره دي كويسه بالله عليك الجمعه الجايه قول لي. جه الجمعه الجايه واقسم بالله انا ما بقول حاجه كده يا جماعه، انا لو كنت واقف هنا وجه عدى عليه قال له القطره اللي حضرتك عطيتها لنا يا استاذ جبريل جابت نتيجه من تاني يوم. اقسم بالله جابت نتيجه من تاني يوم يا جماعه، القطره اللي عند استاذ جبريل جابت نتيجه من تاني يوم. بس الراجل مش عاوز يعني، عشان ما تفتكروش ان احنا عاملين الفيديو ده عشان يعني ايه السلعه اللي عنده، لا احنا اهم حاجه صحه الحمام عندنا يا جماعه. ففي قطره عند استاذ جبريل هنا اللي عاوز استعملها، هي بصوا غاليه شويه بس اقسم بالله جايبه نتيجه يعني نهائيه جميله جدا يا جماعه. هي بالنسبه لها كمان والله في السعر هي ممكن توريها لنا حضرتك يا استاذ جبريل؟ هي بتكفي 50 فرد حمام. بتكفي 50 فرد حمام، يعني ممكن تقعد عندك فتره طويله. طب دي تتحفظ في الثلاجه ولا بره؟ تتحفظ في الثلاجه. تمام، عشان دي بس حاجه لازم نعرفها. طب ممكن توريها لنا وتقول لنا الاستعمال ايه يا استاذ جبريل؟ وطبعا هنعرفكم يا جماعه العلاجات اللي عند استاذ جبريل برضو، عشان لو اي حد عنده مرض معين هيعرف. اهي يا جماعه بصوا اهي، نقطه في العين نقطه في العين نقطه في البق، خلاص ثاني يوم. واقسم بالله يا جماعه جابت نتيجه للراجل تاني يوم، الراجل قال عليها والله وانا واقف تاني يوم. يعني انا فرحان ان في قطره يعني جميله للعين كده يا جماعه، كويسه يعني، لان انا واحد من الناس احترت في حكايه العين برضو بصراحه يعني. تمام يا استاذ جبريل. لو انت اهتميت بدول واهتميت بالاهم كمان من دول، انت لازم يكون عندك تحديد للحمام. تمام. التحديد ده بيعمل ايه للحمام؟ الحمام بياخد منه الكالسيوم. اهو التحديد ده كل مره بنتكلموا عليه يا جماعه، كل مره. التحديد ده يا جدعان والله العظيم كل مره الحمام كل مره بنتكلموا عليه. بيشغل معده فرد الحمام ويمنع الاسهال عند فرد الحمام. تمام، يعني حاجه مهمه برضه. بيشغل المعده، يعني التحديد ده فيه كل العناصر اللي بتحتاجها. تمام يا استاذ جبريل. تمام. تمام. اما الميكس ده انا بعمله على فكره، لازم يكون موجود عندك برضه في سلكتك، عشان لو الاهالي ما اكلتش تلحقهم، لو حتى عبوه تبقى عندك في بيتك. الميكس ده كل المحتويات اللي فيه انا بطحنها في مطحن الرز، يعني دي فيها فول، فيها فيتامينات، بص يا جماعه، وفيها فيها كركم، فيها باودر بتاع ده حلبه باودر، وفيها ذره صفرا باودر، فيها عوجه باودر، وفيها غله باودر. تمام. وعليها مطهر ماء وعليها رفع مناعه. دي عامله كام يا استاذ جبريل؟ 35 يا جماعه. دي لازم تبقى في سلكتك احتياطي عشان لو الاهالي ما اكلتش. اساسي. بص يا جماعه اهو. تمام يا استاذ جبريل. طبيعيه من الطبيعه. تمام يا استاذ جبريل. انا كل منتجاتي من الطبيعه. تمام. بشجع الطبيعه. تمام يا استاذ جبريل. تمام. هنا في، شوف انت عايز ايه تاني، تتكلم في ايه تاني؟ عايزين بقى نشوف العلاجات اللي عندك دي بتاعت ايه عشان برضو الناس تعرف. عندي سنانيا مرافع مناعه، ده عندي اللزوم. ده عند اللزوم، ده للتخصيب. ده للتخصيب للحمام اللي هو مش مخصب. ممتاز. يعني اللي حصل اللي هو مش مخصب يا جماعه. بس قبل ما بيتخصبش بديله جرعه ديدان الاول. تمام، لان جرعه الديدان دي مهمه. طب ده بكام وده بكام برضو؟ ده بيعمل 25. تمام. وجرعه الديدان بتعمل 25. تمام. دول مهمين. في حاجه ثانيه عندك للسلمونيلا طبعا صح؟ عندي تركيبه دي تركيبه للسلمونيلا. فلوريكول على كل بريد، على بان فلوس، على مطهر مع بحط فلاشين والكينات بضربهم مع بعض. دي مع حاجات ثانيه بقى خاصه. دي للاسهالات، للاسهالات والكشاشان كمان. حاجات ثانيه خاصه بتضيع الاسهال. تمام. يعني ثاني يوم بره. تمام. ان شاء الله ثاني يوم. تمام. دي عامله كام يا استاذ جبريل؟ دي عامله 30. دي عامله 30 يا جماعه. تمام. في حاجه عندك تاني انت كنت بتتكلم عن الزيوت ديت. مجموعه الزيوت طبعا دي بتحط على الكلفه، في ناس بتاخدها بتحطها على الكلفه. دي فيها ايه بقى؟ يعني عباره عن ايه؟ زيت توم وزيت بذر كتان وجرجير القمح وزيت زيتون وحبه البركه وزعتر وجرجير وخلطه اعشاب. دول طبعا مهمين للحمام برضه. صح كده؟ بتعمل 20 جنيه. تمام. دي تحطها كل قد ايه مثلا على الكلفه؟ تحطها كل 15 يوم على الكلفه. تمام. الله ينور يا استاذ جبريل.
تمام، الله ينور يا استاذ جبريل. طبعا احنا كده اتعرفنا على كل ايه. الاحمر ده يا استاذ جبريل؟ الاحمر ده تنفسي. ده تنفسي. تمام. ده الكحه والبرد الكحل ونظام البرد والمناخير المسيله والكلام ده. دي سنت في الفم دي ولا ايه؟ سنتي في البق. سنت في البق. دي بتعمل كام يا استاذ جبريل؟ دي بتعمل 25. 25. طبعا يا جماعه احنا والله بنعرفكم على الادويه اللي موجوده، ما عشان بس نعمل شهره للراجل، لا احنا عشان لو اي حد عنده اسهالات، عنده كشاشان، عنده اي حاجه دمعه عين، احنا بنقول لكم الادويه اللي موجوده ايه. لو انت بتنزل سوق اسكندريه يا جماعه، والراجل برضو قال على ادويه من بره، يعني من عنده ومن بره. تحياتنا ليك يا استاذ جبريل. مفيش حاجه عاوز تقولها كده للجواي؟ طبعا الجمله الاخيره اللي انا بقولها ان انت النهارده لما مؤاخذه يعني الكشف ما تخليش الحمام يعطلك عن الصلاه والعباده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو انت مثلا في بيت الحمام او في اليوفت عندك سمعت صوت الاذان، انزل صلي، ما تعطلش نفسك، ما تعطلش المؤاخذه يعني عشان ما تركنش ربنا على جنب، خلي ربنا له اولويه عندك. والحمام ما يخليكش تعوق والديك، ان انت مثلا تزعل والدك او والدتك وتاخد منهم الكلمه الكلام اللي الشويه اللي احنا الاخره دول. طبعا الحمام ما يعطلكش عن مستقبلك والمذاكره، مستقبلك اهم من الحمام. لو الحمام هيعطلك عن دول فنحسن الحمام وركز فين؟ في ربنا، مع ربنا سبحانه وتعالى الاول، مع الصلاه والعشاء. تمام، الله ينور عليك. طب يا استاذ جبريل، الفيديو اللي جاي باذن الله يوم الجمعه الجايه لو عشنا، لو انا عاوز اربي حمام وعاوز اكل عيش منه، يعني عاوز اعمل مشروع حمام، هتقول لي الحمام اللي هو اللي هو اكلني عيش والطريقه اللي انا اعمل بيها المشروع. الجمعه الجايه باذن الله لينا لقاء معاك تحضره لنا باذن الله. اي فرد معاه فرد تعبان في السوق، بس يكون في السوق يجيبوا لي وعلقوا. تمام. ده استاذ جبريل يا جماعه، اي فرد تعبان عند اي اخ او اي مربي هيجيبه معاه وهو جاي، وهو هيعالجه له يا جماعه ببلاش. جزاك الله خير يا استاذ جبريل، واحنا اتشرفنا بيك، ولينا لقاء كل جمعه باذن الله، وربنا ما يقطعها علينا عاده. حبيبي يا استاذ جبريل، السلام عليكم. سلام يا استاذ جبريل، السلام عليكم يا شباب.